في بعض الليالي لا يكون الحزن واضحاً ولا الدموع حاضرة، ولكن هناك ثقل خفي في القلب كأنه يحمل ما لا يحكى. أجلس وحدي أحدق في الفراغ، أحاول أن أفهم ما الذي تغير. كيف أصبح كل شيء باهتاً هكذا؟ كيف صارت الأشياء التي كانت تسعدني تمر أمامي دون أن تترك أي أثر؟ أبتسم أحياناً، ليس لأنني سعيد، بل لأنني تعبت من شرح ما أشعر به. تعبت من أن أبدو ضعيفاً في أعين من لا يفهمون، ومن أن أبحث عن كلمات تترجم شيئاً لا يترجم. هناك شعور غريب، كأنك محاط بالجميع لكن لا أحد يراك حقاً، كأن صوتك يصل لكن لا أحد يسمعه. أشتاق لأيام كنت فيها خفيفاً، لا أحمل كل هذا الثقل داخلي، لا أفكر كثيراً ولا أخاف من الغد ولا أراجع الماضي في كل لحظة. لكن الآن كل شيء مختلف. الذكريات لم تعد مجرد صور، بل أصبحت وجعاً يتكرر كلما مر طيفها. بعض الأشخاص رحلوا بهدوء شديد دون وداع واضح، لكنهم تركوا خلفهم ضجيجاً لا ينتهي في داخلي. تركوا فراغاً لا يملأ وأسئلة بلا إجابات. تعلمت أن أخفي، أن أقول أنا بخير حتى عندما أكون في أسوأ حالاتي. تعلمت أن الصمت أحياناً أكثر أماناً من الكلام. لكن إلى متى؟ إلى متى سأظل أقاوم هذا الشعور وحدي؟ إلى متى سأقنع نفسي أن كل شيء سيمر بينما أنا أشعر أنه يتراكم؟ ربما لا أحتاج الكثير، ربما أحتاج فقط شخصاً ينظر إلي بصدق ويقول: أعلم أنك لست بخير، ولا بأس، أنا هنا. لكن حتى ذلك يبدو بعيداً. وهكذا أستمر في العيش كأنني بخير، وأخفي في داخلي قصة حزن طويلة لا يقرأها أحد.